احنا رايحين نشتغل في البرمجة، فلازم يبقى شكلنا شبه الهاكرز. انا في الالوان ما عنديش يوم ارحميني. لو فوق الصبح مبقاش لسه فوقت قوي يعني، فبروح اوبر. بس بنعتبر الشركة شركة كبيرة امتى؟ لما بتعدي $1,000,000,000 ككابيتال او ورث يعني في السوق. فالحمد لله يعني بعد الوقت اللي احنا قضيناه في البرمجة فسينيور بي 2 بس. ده الهيراركي. كنت حابب بس اقول لكم كده حاجة على السريع. شركة هنا في كايرو فيستيفال التجمع الخامس. نسيت الايربودز بتاعتي. يعني انا كده قعدت طول النهار ما بسمعش اي حاجه، بشتغل بس. حاجه محزنه بصراحه. المدخل، بس هو المدخل بين مبنيين، احنا المبنى اللي هنا ده كده. بنخش من هنا بيبقى فيه جيتس كده اوريها لكم. تخش من هنا تروح معدي الجيت بتاعتك بتاع ده. انا في المبنى اللي على الشمال، الدور الثالث. عندنا حته في المكتب بحبها قوي اسمها الانرجي بوينت. دي مكان كده عاملينه علشان خاطر تقعد تشرب فيه قهوه مع الناس. البتاع ده حلو قوي، هوريه لكم دلوقتي. حلو مش حلو؟ هنا المكتب بتاعنا. أول مرة معايا فلات وايت صح؟ ماشي. مش هتشتغل لا هنقعد نتفرج عليها شوية، حاضر نشوف ايه اللي هيحصل. مصري. لا مفيش، احنا بنجرب هل هتغرق بره ولا لا. هتغرق كوبا بره ولا لا تيستنج يا صريح. لا 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 استنى يا سبحان الله. بالظبط والله يا جدع. بريتا نسكافيه اللي ببلاش، كوباية نسكافيه اللي ببلاش طعمها احلى بكتير. السيستم اللي انا قاعد بشغل عليه هنا كلنا برضه نفس الشيء. بس فده المكتب، اللابتوب طبعا بتاع الشركه، الشاشه الزي بتاعتي كده يعني. ما اعرفش ينفع اتكلم عن البروجكت اللي انا شغال عليه ولا لا، فانا مش هتكلم. اوفرول حان موعد الاكل، يلا بينا ننزل ناكل. نجعان جدا. الفاتيريا نظام الاكل هنا حلو قوي، لكم عليه. اسبريسو يورسيلف كل حاجه هنا. انت فاهم انت وحالك، مفيش بقى هنا حد بيجيب لك حاجه. في هنا بص الشاشه اللي فوق دي، مش عارف هتيجي ولا مش هتيجي. هنا بقى في ميلز، بيعملوا ميلز كده هوريك شكلها عامل ازاي. كلاب ساندوتش، في حاجات مثلا بتتعمل للناس اللي ما بتحبش الاكل التقيل. سباكيتي وميت بولز. انا هاخد وجبه 2 ديت، هاخد الوجبه رقم 2. طبعا معانا بحب اقعد في الحته دي، ما حدش بيحب يقعد فيها غيري، ما اعرفش ليه. ده الاكل اللي هم بيعملوه. انا بختار اكل هنا ليه؟ مش عشان رخيصه والله، بس فعلا هم بيعملوا اكل هيلثي جدا 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 وطعمه حلو جدا. الشيفات هنا شاطرين. بس نستمتع انا بقى بالفيديو ونقعد ايه على الشارع، اقعد اكل. والجو هنا بحسه جو جامعات اكتر. عارف المرح بتاع الجامعات ده، عارف بيبقى فيه شركات كده فيها الاسترس بتاع ان كله مضغوط. والكل بقى عايز يبين ان هو بيشتغل ومش عارف ايه. كل الناس بتشتغل فعلا، وكل الناس هنا شاطره. فما فيش حد بقى بيحاول ان هو يلبس المشكله في حد تاني، حد مش عارف ايه بيحاول يبان احسن في الشغل. لا الناس هنا جايه كلها مرحه، كله فاهم. يعني انت حتى لو سامع الصوت مثلا ورايا، مش عارف النويز كانسليشن هتعمل ايه، بس لو سامعين الصوت ورايا في طاقه ايجابيه في صوت الناس. بتبقى بقى مش الخنقه. انت اصلا بتحس ان انت في ريحه وحشه كده اهوت وانت داخل في شركات تبقى خانقه كده والناس كلها عماله وشها كئيب وبتاع. لكن هنا بجد بتحس ان نفس الجو بتاع الجامعات كده، الناس اللي هم في كليات لذيذه، عارف الجو ده. بس
فبصراحه دي من اكتر الحاجات اللي يعني الانفايرمنت هنا هيلثي جدا. الواحد بجد والله كان مفتقد حاجه زي ديت، ما كنتش حاسس بقيمتها غير لما جربتها. لان انا جالي اوفرز كتير جدا من شركات كبيره، رفضت اغلبهم، ولكن انا قبلت ده ويعني كانت فكره كويسه. كله بيحاول يساعدك. في ناس في التيم كانت بتساعدني، يعني انا ليا صديق في التيم هو كان دخل قبلي حاجه بسيطه. في مره قعد في الشركه، انا كنت شغال يوم ده ريموت، هو قعد في الشركه زياده عشان خاطر كان يشغل معايا مشروع. كانت في مشكله مقابلاني، يعني هم كانوا شغالوا المشروع من قبلي وانا كنت جيت بعدهم، فهم كانوا شغال مشروع. قعد في الشغل اكتر من وقته، فاهم؟ وهنا ما فيش مثلا بصمه وخش الساعه 9 وامشي الساعه 5، ما فيش الكلام ده هنا خالص خالص. لان انت هنا بتتعامل مع بروفيشنالز، فبيبقى المطلوب انك شخص يقدم شغله على احسن طريق. بس هي الفكره خلاص، انت قدمت شغلك، تيك يور تايم بقى، خلاص واستمتع بقى انت بوقتك اللي انت عايز تعمله. بس عشان كده بتلاقي في ناس، في جروبس كتير، ناس تقعد ان هي تتكلم مع بعض كده يعني. خلصنا وراجعين. تعالوا نجرب الماشين دي، موجودة من زمان والله هنا، بس أنا عمري ما جربتها. هنعمل إيه؟ حاجة ليها كود تقريبا، كله ليه كود. ناخد إيه؟ ناخد بيبسي عادي 35 اوكي. سلك التايمينج أسود 22 جنيه مفروض. قبلت، شكرا. اوكي لا اشتغلت كده. نرجع ثواني. انا نازل بعض. لو عايز تعرف تفاصيل الكورس ازاي تلاقي شغل في البروجرام في اسرع وقت ممكن، فاتفرج على الفيديو بتاع التفاصيل. بس كده. بما اننا قاعدين مستنيين اوبر، فخلينا نقول كلمتين نحاول نخلي ليهم اي معنى او اي لازمه. انت دلوقتي بقالك قد ايه؟ بقالك يمكن مثلا شهرين بتحاول تقول لي، ولا شهر، ولا مش عارف قد ايه، بتحاول تقول لي رد على حد بيطلع يتكلم عني في لايف. كل فيديو انا بنزله 10 دقايق يتكلم عني في لايف ساعتين. طب ليه؟ طب اعمل كده ليه؟ عشان خاطر مثلا حد يقول لي انت ما بتفهمش في البرمجه. طب انا شغال هنا بالحب، شغال هنا عشان خاطر الناس تراعيني نفسيا، عشان انا راجل جدع. ماشي، نكمل كلامنا. دلوقتي انت مثلا عايزني ارد على حد بيقول لي ايه، والله انت مش كويس في البرمجه. لا، ما انا شغال في كيبجن، انا جدعانه عشان خاطر انا راجل جدع. فهم قالوا لي ايه ده، انت حاطط في السي في بتاعك ان انت جدع، فاحنا هنشغلك معانا. بنخش احنا مثلا الميتنجز بتاعتنا ديت، وبنتعامل مع ناس الحمد لله، يعني بنتعامل مع تيمز من كل حته. انا اشتغلت في كل قاره موجوده في العالم. فجايين بقى دلوقتي اللي هو لا، ده انا زي كان بيقول ايه، حد في 5 ابتدائي يقدر ان هو، طب تعالى هات حد في 5 ابتدائي، ما تيجي انت تشتغل مكاني. ماشي، انا معاك ان انت معاك شركه ومعاك فلوس وبتاع والكلام الجميل ده كله. بس هو بيل جيتس هيجي يعرف النهارده مثلا يشتغل فرونت اند؟ مش هيعرف. هو ايلون ماسك هيعرف النهارده يشتغل مثلا فرونت اند؟ مش هيعرف. مش معنى ان انت جامد في ناحيه ان انت تفتي في حاجه حرفيا مالكش علاقه بيها. البرمجه حاجه انت مالكش علاقه بيها. انت مدرس، انت البرمجه حاجه مالكش علاقه بيها. انت اخر شغل سوفت وير انت اشتغلته في حياتك كان انا عندي مثلا 3-4 سنين. في ناس تقول لك ايه، طب دي ميزه ما عشان خاطر هو عنده 30 سنه خبره لا، انت ما عندكش. انت كل الحاجات اللي انت اشتغلت فيها ماتت، واللي عملوها ماتوا. ماشي، انت ما جيتش. انا عايز اقول لك الديلي لايف بتاعتي انت مش هتقدر تعملها. الشغل العادي بتاعنا، الكواليتي بتاعت التاسكس اللي انا بطلعها، انت مش هتعرف تعمل كده. ماشي، مش مع فلوسك مش هتيجي تشتغل بدالك. فكره ان انت معاك 1,000,000 و2 و3 ومش هتيجي تشتغل بدالك. والله اليوم اللي انا بصور فيه النهارده ده مكلمني فيه واحد مشترك في الكورس مفيش من فتره بسيطه جدا، بس طبعا هو كان متعلم برمجه قبل كده، بس مش عارف يبريزنت نفسه ازاي عشان خاطر يجيب انترفيو. جات له الانترفيو اتقبل فيها، بقاله شهور بيحاول يقدم وما عرفش ان هو يوصل. وبعد ما فهم التكنيكس ازاي يقدر يقدم على شغل وازاي يعرف يبريزنت نفسه، ماشي، مفيش. انا الكورس اصلا النهارده بصور 8/12 تقريبا، والكورس نازل 10 ما كملش شهر. اتعلم التكنيكس. طبعا هو ما درسش في شهر، هو اصلا اوريدي كان دارس، ولكن كانش عارف ازاي الانترفيوز بتقدر تجيب انترفيو ازاي. النهارده يعني انا اصلا بقول انت لحقت يا ابني، انت خلصت اصلا. ده لو بص كده على الايميل بتاعه
لقيته لسه كومبليتد البتاع من مفيش اسبوع ونص تقريبا 10 ايام يعني. قول لي بقى معلش كده، انت وصلت لاول جوب اوفر ليك بعد قد ايه؟ خدت كورس، وبعد ما خدت الكورس طبقت مشاريع لوحدي، خدت مني حوالي 7 شهور ونص بالظبط. وبعد كده خدت الكورس بتاعي. وبعد كده خدت كورس وحضرتك البروجكتات اللي حضرتك قلت لنا عليها نعملها بدات اعملها، وانا كنت بعملها في ناس كلمتني بعد بلس تظبيط السي في فرق معايا جامد. المواعيد اللي حضرتك قلت عليها نذاكر فيها كنت بذاكر فيها فعلا، دي اللي فرقت معايا جدا. انت تريكومند الكورس دوت لحد تاني بيحب يشتغل في البرمجه ولا؟ طبعا بس هيفرق معايا جدا. لو انت عندك اي كومنتس على الكورس ان احنا ازاي نقدر نخليه احسن مفيش للناس. كومنتات والله، لا بالعكس، بالعكس ده كورس مفيد جدا. انا بحاول اعلم الناس ازاي تاخد اكبر سالري ممكنه ماشي من الشركه اللي هي بتتكلم فيها، عشان خاطر ما تتخنقش بعد كده، وعلشان خاطر بعد كده ما تحسش ان هي مش متقدره، ولا ان حد معاها في الشركه بيشتغل اقل منها وبياخدوا اعلى منهم. ده اللي انا بحاول اقوله للناس. بس يا باشا كده اليوم خلص وده يوم الشغل. اشك ان في شركه بنفس السكيل حد هيصور فيها، فمتهيألي التجربه دي هتبقى يعني فريده شويه. معرفش اذا كان في حد عمل كده ولا لا في الديفلوبمنت فيلد عموما. للمعلومه لو انت يعني مش فليكسنج والله في حاجه، الشركه مش بتاعتي. هفليكس لو كانت الشركه زي دي بتاعتي، بس مش هقصد بيها الفليكسنج خالص، ولكن مش هيبقى في ورك اكسبيرينس اعلى من دي في مصر. مفيش رخامه بصراحه، هم شايلين كل الرخامه من كل حاجه. احنا حتى عندنا ايفنت، يعني مثلا كل واحد مثلا بيجي من التيم في مره يروح عامل مثلا ايفنت ترفيهي كده للناس اللي حواليه، كانوا بيعملوا سيكريت سانتا ويوم الطفل، خدنا صورنا واحنا صغيرين وقعدنا نسال التيم ده مين ده مين ده مين. فالاكسبيرينس هنا جميله جدا، واحد بيشتغل وهو مرتاح فعلا 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 فعلا، مش حاسس ان انا بشتغل خالص، فعلا مش حاسس بشغل خالص، مش حاسس ان انا اصلا شغال. ومع ذلك كلنا منتجين وكلنا بناخد فيدباكس كويسه جدا من التيمز اللي احنا شغالين معاها بره مصر، وان احنا كنا افضل من اللي سبقونا كتير، لان احنا شغالين على بروجكتس اوريدي راننج، فان احنا افضل من اللي سبقونا كتير. وده في نفس الوقت واحنا مش حاسين باي ضغط ولا اي حاجه. وفي اماكن تانية كنت بحس بضغط مميت، يعني فاهم، بنتعامل معاه بس كنا بنحس بضغط مميت. فده اليوم انا كنت وعدتكم لو الفيديو وصل، الفيديو اللي فات اللي انا كنت منزله عن ليه قابلت الجوب اوفر، كده لو وصل 1000 هصور. بس الفيديو ده لو وصل 3 مش خاطر انا عايز الفيديو يجي شويه، لو وصل 3000 لايك اكتر، الفيديو نفسه يوصل 3000 لايك واكتر كومنت في حاجه مثلا او في طلب، انتوا اقروا الكومنتات واعملوا لايك على اكتر فكره فيديو هتتقال في الكومنتات، وعلى واحده هعمل فيديو بناء عليها. عايزيني مثلا اصور يوم تاني، عايزيني مثلا اسال زمايلي وصلوا مثلا هنا ازاي، لان في ناس كتير كانت شغاله في شركات مالتي ناشونال، ديل واي بي ام والكلام دوت، في سيفيات مرعبه عندنا في الشركه مرعبه ديفلوبرز سعرانين خالص. فبس فشوفوا وانا معاكم، يوصل 3000 لايك وهعمل لكم فيديو على كيفكم.